السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، سعيدة بلقائكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله. نتمنى أنكم تكونوا دوزتم مناسبة عيد المولد النبوي الشريف في أحسن الأوقات أنتم وأفراد العائلة. الحمد لله على هذه المناسبة اللي تخلينا دائما نزيدوا نحيوا العلاقات ديالنا وكذلك صلة الرحم. اللهم لك الحمد. قبل ما نبدا الفيديو تنبغي من الاخوه الكرام انكم تدعمونا باللايك والاشتراك للقناه باش هكذا تزيد تكبر بكم يوم على يوم ان شاء الله. اليوم اللي ان شاء الله عندنا عرض لواحد الشقه تتواجد بفرح السلام. الطابق الاول ديجا ان عرضناها ولكن ما تباعتش حاليا، نقصت مولاتها 2 مليون على الثمن ديالها اللي كانت طالبه. دابا طالبه 34 مليون وقابله للنقاش. هو المدخل ديال العماره كيف ما تشوفوا تبارك الله، يعني الموقع ديالها راها نقيه العماره وفيها كذلك السكان انهم كما قالت صاحبه الشقه يعني كلهم مزيانين، كلهم تيبغوا يصلحوا، كلهم تيبغوا يعني التغيير في العماره. اللهم لك الحمد. المهم هذا هو الباب ديال العماره. دابا تنكون وصلنا للشقه ديالنا، هذا هو الصالون ديالها. المهم هذا هو التصوير اللي توصلت به من طرف صاحبه الشقه. الصالون كيف ما شفتوه يعني جا عنده هاد المدخل هذا، هانتوما دايره قوس ديال القبص ومصبوغه الشقه كلها بالخيال. الشقه الواجهه ديالها كلها تشوف اتجاه ديال الشارع، هي قريبه لمسجد فرح السلام وكذلك مدرسه فرح السلام راه قريبه ليها، والتيرمينيز ديال 84 يعني الطوبيس راه معروف تما في هذه المنطقه، جات حدا التيرمينيز ديالو. بالنسبه لهذه المنطقه راه معروفه فرح السلام بحي الولفه. الشقه راها مصلوحه مزيان اخر الاصلاح، خاسره عليها فليسات في الاصلاحات يعني الصباغه كذلك في المطبخ كله بالالومنيوم ان شاء الله غتشوفوا معايا. كذلك الحمام حتى هو صالحاه مزيان، معوده ليه الجليج كامل ودايره ليه واحد السده. المهم غتبقاو معايا حتى تشوفوا معايا هاد الفصاله ديال هاد الشقه وكذلك الاصلاحات. الناس اللي اول مره تيشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم، ما عليكم الا تشتركوا باش يبقى يوصلكم الجديد من طرف قناه عقارات ام ملك الخاصه بالاشهار العقاري. القناه راها خاصه بالاشهار ديال العقار. الناس اللي باغيين يحطوا هكذا اشارات ديالهم مرحبا بهم، ما عليهم الا يتواصلوا بينا على الرقم اللي غادي يلقاو في صندوق الوصف. هذاك الرقم راه خاص ديال الواتساب، تواصلوا بينا باش هاك خليونا اوديو فقط باش نجاوبوكم ان شاء الله. بارفوا تتصلوا بينا ما تنكونوش مسالين، يعني ما تنقدوش نجاوبوا على جميع المكالمات، من الاحسن خليو اوديو باش نجاوبوكم ان شاء الله. المهم كما قلت لكم الشقه فيها 50 متر، الطابق الاول مشمشه كما قالت صاحبه الشقه تتواجد على الشارع. مصلوحه مزيان، الثمن ديالها 34 مليون وقابله للنقاش. كيف ما شفتوا المطبخ راه مصلوح مزيان، دايره ليه الالومنيوم بالغوج وكذلك النافذه تشوفوها حتى هي ديالو. فريمون الشقه راها مصلوحه مزيان. الناس اللي باغينها ما عليهم الا يجيو يشريو ويدخلوا ويسكنوا، ما يعاودوا حتى شي حاجه. هذه اطلاله من النافذه ديال المطبخ على الزنقه. بالنسبه للباركين راه سطحي. الناس اللي باغيين يحطوا الاعلانات ديالهم ما عليهم الا يصوروا لينا الشقق ديالهم بتصوير ممتاز ومرحبا نعرضوهم لهم على القناه ديالنا. هذا الحمام تا هو كذلك دايره فيه سده، والسده ديجا دايره ليها واحد الباب بالالومنيوم، والباب تا هو ديال الحمام تا هو بالالومنيوم يعني معود كامل تا هو. تنقول بعض الناس يقول لك شقه صغيره اقتصاديه غتباع بالثمن مثلا، تيقول لك مالا علاش ما تباعش ب 25 مليون. راه ما يمكنش، راه تدخل للدار تدخل تلقى عير بحال صندوق.
يعني تعاود كلشي تتعاود الاصلاحات، حتى البوطاجي تتريبو تعاود دير بوطاجي اخر. باش نقول لكم الاخوه المتتبعين الكرام، راه اش كاين، راه ماشي ساهل باش انك تعاود موديفيكاسيون ديال الدار. راه تجيك ظروف هي اللي تتخليك تبيع الشقه ديالك بارفوا بعيد على العمل، بعض المرات انتقال من هذيك المدينه لمدينه اخرى، يعني تتكون ظروف اخرى، او تتبغي شقه كبيره شويه في المساحه على قبل الوليدات، يعني راه تدخل تتسكر، راه تخسر فيها واحد 10 المليون تقدر تخسرها في هذيك الشقه ديال الاصلاحات، باش تعاود المطبخ وتعاود الحمام وتصبغها وتقبصها وتعاود ليها الانستالاسيون حتى ديال الماء وديال الضوء وداكشي، راه ماشي ساهل. المهم راه هذه شهاده يعني من تلقاء نفسي راني تنقولها، ماشي ساهل باش انك تعاود الاصلاحات، وعاد زائد الغبره والرمله مع المياه، راه ماشي ساهل باش انك تجي تلقى البرطمه مصلوحه، راه هذا في حد ذاته راه خير من عند الله. المهم الناس اللي باغيين هاد الشقه مرحبا بهم، معلوم الا يتواصلوا بصاحبه الشقه مباشره. هذه اللي شفنا راه غرفه الجلوس، وهذه غرفه النوم. غرفه النوم راه المساحه ديالها كيف ما تشوفوا ممتازه هي كذلك، ومصبوغه بالخيال، الشقه كامله بالخيال. فيها 2 غرف، وفيها مطبخ، وفيها صالون، وفيها حمام. غرفه النوم كما شفتوها راه فيها بلاكار بالالومنيوم، عفوا بالعود فيكس. المهم هكذا الاخوان تنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ولكن قبل ما نغادركم ضروري تنأكد عليكم انكم تدعمونا باللايك للفيديو باش هكذا تيوصل اكبر فئه من الناس، وبالاشتراك الناس اللي باغيين يبقى يوصلهم الجديد معلوم الا يشتركوا، يعني ضغطوا على ديك الكتبه الحمراء اللي تكون تحت الفيديو باش يبقى يوصلهم كل ما هو جديد. الرقم ديال صاحبه الشقه غادي تلقاو اخر الفيديو، غتلقاو على شاشه الفيديو، غتلقاوه ديال مولاة الدار. اتصلوا بها مباشره الناس اللي مهتمين وجديين في الشراء، الله ييسر لكم الامور. والناس اللي كذلك اللي ما باقي ما يسرش لهم الله يسهل عليهم تما كذلك، سواء كانوا كارين او باغيين يشريو، الله ييسر الامور للجميع. المهم هذا هو المدخل ديال كيف ما شفتوا، هذا هو الباب ديال الشقه. المهم هذه اطلاله اخرى، هذا الباب ديال العماره. هكذا تكونوا اخواني الكرام وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله، واستودعكم في حفظ الرحمن.